اخش معاك في التفاصيل ما يخص النادي الاهلي تحديدا. قلت لك امبارح ان الامور فيها هدوء كبير وفيها ارتياح بعد نتيجه الفوز على الزمالك، انما الملفات كلها شغاله. يعني سواء الشغل على المدير الفني الجديد ده حاصل، تقييم اللعيبه الاجانب وده حاصل. ونقطه هنا مهمه قوي، يمكن الناس هتبتدي تسال او بدات تسال: هل بن شرقي مستمر ولا مش مستمر؟ هل بن رمضان مستمر ولا مش مستمر؟ هل مجموعه الاجانب بخلاف طبعا ديانج، لانه ديانج وكاموش الاثنين خلاص محسوم امرهم وماشيين. فخليني اقول لك التالي: الاهلي في الجزئيه بتاعه بن شرقي وبن رمضان، عشان انتقي التعبير المناسب، عايزهم يكونوا موجودين ومكملين في الفريق، ولكن هو منفتح ما إذا كانت هناك عروض خارجية. إذا كان في عروض جاية لبن رمضان هيسمعها، وهنا أنا ما بقولش هيوافق، أنا بقول لك منفتح، يعني ما عندوش مانع إنه يسمع.